اهلا بيكم مشاهدينا الكرام من جديد، وزي ما اتفقنا مع بعض النهارده موضوعنا عن الزواج. يمكن الزواج للاسف في الاونه الاخيره ابتدى يتفهم غلط. الزواج سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان دائما ما يقول انه عباده يسعى بها الانسان الى التقرب الى الله سبحانه وتعالى وقضاء حاجاته الشهوانيه، ولكن في الحلال وفي اطار شرعي يمنحه الكثير من الحسنات. النهارده هنتكلم عن الزواج عباده، الزواج نصف الدين، ومعانا فضيله الشيخ محمد أديب امام مسجد السلطان قايتباي. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. يمكن بنقول ان الزواج مؤخرا اصبح مش هقول لا يعترف به كزواج، ولكن ما بقاش حد بيفهم يعني ايه الزواج عباده. عايزين نتكلم عن الزواج في الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تزال لطائف نعمه على العباد تترى، الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث بالإنذار والبشرى، وعلى آله وصحبه صلاة لا يستطيع لها الحساب عدا ولا حصرا، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قبل فأذكركم بالصلاة على رسول الله في يوم الجمعة، نسأل الله أن يشفعه فينا صلى الله عليه وسلم. يعني أولا خليني أوضح لحضرتك المحافظة على الحياة وطلب امتدادها إلى قيام الساعة من تعاليم الإسلام السامية. فاستحب الإسلام أن يكون الرجل والمرأة زوجان، وأن يكون الزوجان آباء، وأن يكون لهما أحفاد. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فهذه من نعم الله ومن سنن سيد الأنام صلى الله على حضرته وسلم. إذن فطلب امتداد الحياة، الزواج في الإسلام معناه لا ينحصر عند نقطة معينة، بل إن معناه إقامة بيت على المودة والسكينة تمشي فيه الفضيلة والإيمان معا، المحافظة على الإيمان والعمران. هذا هو الزواج في الإسلام، وهذا هو معناه الحقيقي. فالزواج في الإسلام ليس غاية وإنما هو وسيلة. ما معنى هذا الأمر؟ لو كان الزواج غاية فيكون قضاء شهوة وفقط، يتخير المرء أي امرأة يقضي عندها شهوته وانتهى الأمر، هذا هو الغاية. ما معنى أن يكون الزواج وسيلة؟ هو أن يكون في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسير شاب يريد العفاف ثم يكون زوجا ثم يكون أبا، وهدفه يسير مع ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضوابط ومن قواعد، ليكون عنده بيت تجري فيه حسناته في كل شيء، في إطعامه لأولاده وفي زوجته وفي بيته وفي مجاهدته للحفاظ على هذا البيت. يمكن في الماضي كانوا دائما ما يكون الآباء حريصين جدا على ان هم يعطوا او يعلموا ابنائهم هذه المفاهيم ومنحهم قيمة الزواج كعبادة، ولكن حاليا أصبح الشباب ينظرون إلى الزواج وكأنه مجرد حالة سيعيشونها، وإن لم يريدوا الاستمرار فيها فإنهم لديهم الاختيار الطلاق. عايزة أتكلم عن الزواج عندما يدخل فيه الإنسان بنية أنها مرحلة ممكن تعجبني وممكن أن أنا تؤدي إلى الطلاق. من المجون أو من الفهم الخاطئ أو الفهم السطحي أن يكون الزواج عشق رجل لمفات أنثى ثم قضي الأمر، أو أن يكون مشروع للإنتاج الحيواني مع المعذرة في التعبير، ثم ينتج بعد ذلك يذهب للطلاق، أو ينتج نسلا من الفساق والملاحدة ثم يكون بعد ذلك حطبا للنار. انظروا إلى الخليل إبراهيم في دعوته: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هل فقط؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وسيدنا إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. من دعاء الأولياء عباد الرحمن في القرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
الفهم هنا حينما ننظر إلى دعاء الأولياء يطلبون الدنيا والآخرة معا، نعم. وليس مرحلة وليس وقت. يعني ابتغاء حتى الآخرة من نعم. مجرد الزواج. لذلك قالوا بعدها وجعلنا للمتقين إماما. نعم. يعني إيه وجعلنا للمتقين إماما؟ أي إنني سأكون رب بيت أو إماما لبيت مسلم يجعلني فيه الله للمتقين إماما. المتقين دول هم الأولاد وهم الزوجة. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما الغاية؟ أن ينتج الرجل نسلا لا يجيدون إلا الأكل والشرب، نعم. ثم بعد ذلك يكون حطبا للنار. هل هذا هو يتسق مع مفهوم قولهم وجعلنا للمتقين إماما؟ كلا. لذلك حرم الإسلام زواج المتعة، فجعل الزواج وصفه بالميثاق الغليظ. يعني لازم يكون في نية الاستمرار. لازم. أنا عندي نية إن أنا أتزوج عشان أجيب أبناء يعبدون الله سبحانه وتعالى وتستمر الحياة. ربنا وصف العقد ده في القرآن، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، واللفظ لا يأتي في القرآن اعتباطا أو هباء. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لابد أن ينظر الناس إلى هذه الكلمة بألفاظها الثقيلة، وهذا الوصف الذي وصفه الله عز وجل بالميثاق الغليظ. ليس قضاء وتر ولا قضاء شهوة في وقت معين. لو كان الأمر كذلك لأباح الإسلام زواج المتعة بالظبط وقضي الأمر. أما أنه إقامة بيت ومجتمع مسلم وأسرة متكاملة على الإيمان، تحافظ على الإيمان وعلى الفضيلة. يعني حتى الزواج يدخل فيه النية. نعم. إن لازم يكون هناك نية الاستمرار حتى يكون هذا الزواج يثاب عليه. يا سيدتي الفاضلة، الزواج في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم من نعم الله على خلق الله وعلى الإنسان. لذلك يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 4 من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. إيه هم ال4؟ قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسه وماله أو في نفسها وماله. أي امرأة صالحة لا تتعبه في دنياه ولا في ماله. إن غاب عنها حفظت، وإن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت. المودة والسكينة اللي هي القرة أعين كما يصفها الحق سبحانه وتعالى. يعني دي مواصفات قرة الأعين. نعم، من نعم الله في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما حكاية الوقت أو إن أنا أنظر إلى الأمر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينصح النصيحة للشباب: من أراد منكم الباءة فليتزوج. طب أتزوج مين؟ تنكح المرأة ل4. يعني في قواعد تم وضعها عشان يقدر الرجل أن يقدم على الزواج والاختيار الصحيح. سيدنا النبي حددها في قواعد ثانوية وقواعد رئيسية وأصلية. نعم. لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين. سيدنا النبي يوضح بقى، يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. لأن ذات الدين دي هي اللي هتحافظ، هي اللي هتكون الواحد مش بيختار امرأة كما يختار له ثياب تقضي وقت معين، لا، إنما يختار امرأة تسير معه حتى الممات إن أراد الله البقاء لهذا الزواج. امرأة ترضع أولادها التقوى والصلاح واليقين والإيمان والخلق. لذلك نصيب الأم من إقامة المجتمع والمحافظة عليه النصيب الأكبر. نعم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. هي اللي هتربي وهي اللي هتصلح. لأن كل الأعراض الثانوية قد تذهب مع الدنيا. قد يذهب الجمال، قد يذهب المال، قد يذهب الحسب، لكن إيه اللي يبقى؟ دين المرء. هو اللي يبتغى، وهو المبتغى في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دين المرء لازم بيجي من خلال التربية. يمكن بنلاحظ أن يعني عدم اهتمام الآباء بأبنائهم في تعليمهم قيمة الزواج هو ما أدى حاليا إلى أن الزواج أصبح مسطح. خلينا نقول هذه الكلمة في نظر الشباب وليس في نظر الدين. كيف نعيد النظرة الجميلة، النظرة التي تؤدي إلى الكثير من الثواب داخل نفوس أبنائنا؟ أذكر لك موقف. يعني جاء 3 من الرجال وقفوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبارون بعبادتهم. فواحد منهم قال إيه؟ أنا أصوم ولا أفطر.
فقال الآخر: وأنا أقوم ولا أقعد. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء. واحد بيصوم صيام متواصل، واحد يقوم الليل قياما متواصلا، واحد اعتزل النساء. فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب إلى الله نعم. ليوضح المنهج الذي تمثل في شخصه صلى الله عليه وسلم، فيقول: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأقعد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. نعم. فحتى سيدنا النبي يوضح: كل لقمة يرفعها الرجل إلى في زوجته وكل مال ينفقه على زوجته أو في أهل بيته له به عند الله صدقة. يعني حتى المعاملة الحسنة ده ما بين الزوج والزوجة عداد من عليه. الحسنات مستمر. يعني نعم. طول ما أنا متزوج والنية وعقدت النية على أن أبتغي الأجر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عداد من الحسنات يعني لا ينقطع أبدا ولا يتوقف. ده منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حرم الإسلام الرهبانية، لأن الرهبانية معناها أن حبل الحياة ينقطع عند الراهب، معناها أن الإنسانية تنتحر وأن العالم يتفانى. نعم. فحرمها الإسلام. عشان وليست كده من سيدنا النبي كمان نهى عنها. الزواج سنتي ومن رغب عن سنتي فليس من أمتي. النسل الذي ينتج عن هذا الزواج يباهي به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخلائق وبين الأمم يوم القيامة: تناكحوا تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. نعم. جميل جدا طبعا ان احنا يعني ننظر في سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة صلى والسلام. الله عليه وسلم. ولكن هناك من يقول انه اذا تزوج فلن يستطيع ان يعبد الله كما يجب، لان الحياة هتلهيه، مشاكل الحياة، الابناء. حضرتك يعني ده ممكن يكون كلام الكثير من الشباب حاليا بسبب تكاليف الزواج وايضا المشاكل التي تحدث. كيف نغير هذه الصورة التي أصبحت تتواجد داخل نفوس أبنائنا؟ هو احنا بقى يعني نتحدث الآن في أصل الإسلام. نعم. أما الذي يعني أفسد علينا حياتنا العادات والتقاليد التي اخترعناها وابتدعناها وليس لها أصل في دين الله عز وجل. نعم. يعني نحن عسرنا الحلال، يعني الناس يسرنا الحرام وعسرنا الحلال. لماذا؟ لأن الناس دلوقتي الآباء من عنده فتاة قد يعني ينظر إليها على أنها سلعة فيعطيها لمن يدفع أكثر. نعم. ولا يبحث عن صاحب الدين. سيدنا رسول الله قال: أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني هذا أمر يطول شرحه. نعم. إلا أننا في هذا المقام نقول: نحن بعاداتنا وتقاليدنا نحن الذين أفسدنا حياتنا بأنفسنا وعسرنا، لأن الأمر في الإسلام يسير وفي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الوالد أو المسؤول عن زواج الفتاة إذا جاءه صاحب الخلق يعرض عنه. نعم. بحجة أنه فقير، وإذا جاءه الغني وليس معه خلق يزوجه. يقول إيه؟ يعني سيهديه الهادي. طيب ما هو الرزاق، يعني الهادي هو الرزاق، سيرزق الفقير، الرزاق سيرزق. فليست الفتاة سلعة تباع وتشترى، إنما ابحث عن صاحب الدين لكي تسلمه يعني بضاعتك وتسلمه فلذة كبدك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها زوجها بالقرآن الكريم، زوجها للإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. يعني عاوز أذكر موقف من الحب كده. يعني كنا يعني طلبوا مني أن أنا أذكر موقف من الحياة الزوجية أو من الحب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض أزواجه. أنا عندي عشق الصراحة للقراءة في حياة السيدة خديجة أو عن علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قرأت موقف لأحد أصدقائي كتب فيه لما سيدنا النبي كانت تأتيه امرأة فكان يخلع عباءته ويفرشها ويجلسها عليها، فلما سألوه عن هذه المرأة قالت إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يعني حسن المعاشرة أو المحافظة على الماضي الجميل من الإيمان. يعني سيدنا النبي كأنه يصف إن العمر بالنسبة له أو الوقت بالنسبة له صلى الله عليه وسلم قد قسم إلى نصفين: نصف كانت فيه خديجة
ونصف ليس فيه خديجة، إنها نعم. كانت تأتينا أيام خديجة. يعني شوف الأمر، الجمال والحب. رزقني الله منها بالولد، يعني أمر فيه حديث كثير تحدثنا عنه قبل ذلك في هذا المكان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس بأهله وأرفقه بهم، وكان في عونهم وفي حبهم وفي المودة بينهم. خلينا نتوقف عند كان خير الناس لأهلي. نعم. ازاي؟ سيدنا عايزين النبي. نعلمها لشبابنا نعم. يعني ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يعني ايه؟ يعني سيدنا رسول الله كان يدخل بيته ويبتدره بالسلام، السلام نعم. عليكم. لا يدخل رسول الله محملا بأعباء الخارجية، يعني يفصل بين هموم الدنيا وبين البيت. البيت ده نعم. مكان للسكينة والمودة، والزوجة لها حق كما وضع رسول الله لهذا المنهج. نعم. وكان سيدنا النبي يساعد في أعمال البيت، فكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. لا يتكبر ولا ينزعج ولا يتجبر، يعني ليست قوامة قائمة على السلطة، ولا يعني الزوجة ليست فيه برتبة غفير، نعم. كما قلنا سابقا، والزوج برتبة مشير يأمر، بالظبط. يعني حاجة. الحياة أسهل من ذلك داخل الأمر البيت يسير مقيم. وأمر لين في منهج سيدنا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أمر بالمعروف، قائم بالمعروف. خلينا نقف عند كلمة قائم بالمعروف. نعم. ما نراه اليوم ما بين الأزواج يجعل الأبناء يخشون الإقدام على الزواج، نظرا منهم أو اعتقادا منهم أن الزواج هو صراع ما بين الرجل والمرأة، أيهم سيكسب هذا الصراع وتستمر الحياة معه. سيدنا النبي يعني شرح كل ذلك. صلى الله على حضرته وسلم. يعني الذي يصنع الصراع من يريد الدنيا نعم. ويريد أن يتصارع عليها لأهواء شخصية أو لأمور مادية. أما منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تبتغي الله عز وجل بفعلك، وأن تعرض الأمر على رسول الله. يعني أنا بفعل الفعل، يعني حكم نفسك، قل لها لو أن رسول الله موجود وأنا أفعل هذا الفعل في بيتي بقى، في عملي، في الشارع، في قيادتي لسيارات، في أي شيء من أمور حياتي، تخيل أن رسول الله موجود وأن هذا الأمر يعرض عليه. وبالفعل كل أعمالنا تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي قال كل أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأيت خيرا استبشرت وحمدت الله، وإذا رأيت شرا استغفرت الله لكم. الفعل اللي أنا هعمله ده يرضي رسول الله؟ أو إذا عرض على ميزان الله عز وجل يرضيه أم لا؟ من هنا إما أن يقتل الصراع ساعة مولده، وإذا نحيت الله جانبا، فإذا لم يكن الله غاية الإنسان، الصراع الصغير الذي يكون ذرة يكون قبة بعد ذلك، وينشب الحرب بين الناس ويكون الأمر خلاف. أنا لا أتحدث عن حياة من المثالية ومن الورود أكيد والأزهار. هتبقى في مشاكل وكل حاجة. كل بيت يعني لازم يحدث فيه مناوشات ويحدث فيه أمور، لكن أنا يعني أرجع الأمر لله عز وجل. ده أنا لا يمنع أن أنا إنسان أغضب وأتضجر، لكن لا يستحق أن يكون الأمر يصل إلى درجة العداوة أو يصل إلى درجة الإهانة. سيدنا النبي يقول إيه؟ إن كرهها لم يهنها وإن أحبها أكرمها. هو ده نعم. المعروف في ميزان سيدنا رسول الله صلى الله عليه الصلاة وسلم. والسلام. يعني ما نراه من صراعات ما بين الزوج والزوجة والكثير من المشاكل والمحاكم والادعاءات التي يمكن أن تصل إلى بعض المحاضر كمان، ليس ذلك من سنة سيدنا النبي عليه الصلاة نقول والسلام. لهم اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أماناتكم. سيدنا النبي يعني تخيلي لو أن والدا على فراش الموت ينصح أولاده اللي هم فلذة كبدي وأحب الناس إلى قلبي، لو أنا على فراش الموت وبنصحهم، يعني سأعطيهم أغلى ما عندي من تجربة الحياة أو أعظم نصيحة. سيدنا رسول الله في خطبة الوداع يقول اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإنهن عوان عندكم أو رقائق عندكم أو ضعفاء عندكم، فاتقوا الله فيهن. كل واحد يتقي الله فيما استودع الله عنده من أمانة، وفي هذا العقد الذي قلنا عنه أنه عقد غليظ. نعم. هناك الكثير من الرجال الذين يعتقدون أن الزواج الصحيح هو التعدد،
لأن نعم. الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وكان واضحا. نعم. وده طبعا بيخوف الكثير من السيدات. م. أكيد في قواعد تم وضعها عندما نتحدث عن التعدد. بص، واحنا عندنا زي فوبيا في المجتمع المصري من التعدد. نعم. يعني الامر ليس له يعني مش اسطمبة معينة ان انا في رولز او يعني في يعني قاعدة يعني هعدد فيها بشروط معينة. كلا. يعني الامر يعني اباحه الاسلام ولم يوجبه، لكنه اشترط في كل الامر، يعني ليس شرطا عشان اعدد ان انا تكون زوجتي عقيم او ان تكون مريضة. نعم. ليس من الشروط. الشرط فقط في التعدد هو العدل. يعني حد اللي يقول هيقدر يعدل ماشي اعمل كده. حد يقول لي طيب انا مش يعني ما فيش حد يقدر يعدل، بالظبط. يعني ده السؤال المفروض ياتي بعد ذلك. مش بالظبط. العدل هنا ليس في المساحة القلبية، فسيدنا النبي قال عنها اللهم ايه لا تؤاخذني فيما لا املك، اللي هو الحب او العاطفة. لكن العدل الذي اقدر عليه والذي يبتغيه الاسلام، العدل في المعاملة الطيبة، العدل في الانفاق، العدل في العشرة، العدل في القسمة، يعني في الامور المادية. اللي يقدر الإنسان إنه يتحكم فيها. نعم، وده شيء كل إنسان يقدر عليه. نعم. يعني إقامة شعائر الله وحدود سيدنا رسول الله ده أنا أقدر عليه. أما العدل في العاطفة فلم يطالبني الإسلام به. سبحان الله. يعني أما إن إحنا عندنا فوبيا بقى من الموضوع التعدد نعم. ده، يعني هل هو سنة ومستحب؟ لا، هذا أمر يعني حكمه أنه مباح في الإسلام. ولكن من استطاع أن يعدل نعم. بين زوجاته فليقدم على ذلك. نعم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما، كان المثل الأعلى الذي إذا سرنا وراء سيرته سنحيا حياة هانئة سعيدة. بشكر ضيفي العزيز فضيلة الشيخ محمد أديب إمام مسجد السلطان قايتباي، شكرا لحضرتك. عفوا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه ألف صلاة وسلام. مشاهدينا الكرام لسه فقراتنا ما انتهتش، لسه معانا فقرة صفاء زميلتي وهتكلمكم ازاي ممكن ان احنا نعمل توازن ما بين أكلنا ووجباتنا عشان نقدر نحيا حياة صحيحة وصحة جيدة. خلونا نخرج مع بعض الفاصل.